زوجي معتاد على انه يكرشني من البيت وبيهددني دايما. اي تهديد صريح تخيليه معايا في دماغك لو مشيت في اجراءات المحكمة. طيب لو هو معتاد على انه يأذيكي دايما، انت من حقك تلجئي لحد كبير من العيلة يقعد معاه وتتطلقي منه بما يرضي الله، وتاخدي حقوقك الشرعية منه، تاخدي حقوق الأطفال من نفقات. هو مرضاش وحاول يكبر الدنيا ويعمل فيها بلطجي، وروحي للمحكمة وما تخافيش. أي حاجة هيعملها لك هو اللي هيلبس اسود فيها. أنا مش عايزة أقول التهديدات عشان ما يتعمليش باين بس في الفيديو، بس إحنا عارفين التهديدات اللي ممكن يعملها إيه. بس أديني بقول لك أهو، أي حاجة هو هيعملها ليها حكم، ليها قانون بيردعها. فبلاش تعمل دور البلطجي ده. هي مش عاجباك، انت قرفان منها، مش طايقها، طلقها يا عم، طلقها ونكتب عقد اتفاق بان انت هتاخدي مني كذا كل اول شهر والموضوع يخلص. لكن نقرف بعض ونظام بلطجه بقى وقله ادب وشتيمه، يعني انت هتضيع مستقبلك على الفاضي.